الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من تبع اليوم الدين. صدر بيان منذ ساعة من الآن على الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية، ونقرأ فيه ما يلي: وزير التربية يشرف على انطلاق جلسة عرض المسودة الأولى للمرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتم المرسوم التنفيذي 54/25. أشرف وزير التربية الدكتور محمد صغير سعداوي صبيحة اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 مقر الوزارة، مرادية افتتاح أشغال جلسة العمل المقررة مع ممثلي النقابات. جلسة العمل المقررة مع ممثلي النقابات لعرض مسودة المشروع التنفيذي للمرسوم التنفيذي يعدل ويتم المرسوم التنفيذي 4/5/25 متضمن القانون الأساسي للموظفين المنتبهين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية سيما يتعلق بموظفي المصالح الاقتصادية. استهل السيد الوزير كلمته بالتأكيد على النقائص التي كانت تحتري المرسوم التنفيذي 54/25 متضمن القانون الأساسي الخاص بموظفين المنتبهين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يتعلق أساسا بسلك موظفي المصالح الاقتصادية، بالإضافة لاقتراحات الملاحظات التي أثارتها المنظمات النقابية سلاك أخرى. كما أوضح السيد الوزير أن اللجنة القطاعية المكلفة بالملف عقدت منذ شروعها في أداء مهامها جلسات عمل متواصلة أفضت إلى بلورة مقترحات مبنية على المرجعية القانونية والتنظيمية وراعت مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك. وفي هذا الصدد أشار السيد الوزير أنه قدم توجيهات واضحة بضرورة تحقيق توافق المنظمات النقابية على المقترحات. يعني البيان هذا كذلك تحدث عن مسابقة التوظيف، ونقرأ: أكد السيد الوزير أنه سيتم الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، مجددا تأكيد أن الأساس في التوظيف الأساسي يرتكز أساسا على خريجي المدارس العليا للأساتذة باعتبار الحل الأمثل لسد الاحتياجات التعطير. في هذا الجانب أشار السيد الوزير تنسيق الجاري مع وزير التعليم العالي لتوسيع شبكة هذه المدارس وضمان استكمال عملية التوظيف بما يتماشى مع احتياجات القطاع. يعني مسابقة التوظيف سوف تكون مع بداية الأسبوع الأول، يعني ممكن الأسبوع الثاني سيتم الإعلان عليها.